السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جينا لكم بفيديو جديد وهنكلمكم عن ساعة جديدة، وهي برضو من ضمن الساعات المنتشرة في السوق. وانتوا عارفين ان السوق دلوقتي في ساعات كتيرة جدا اللي بتقلد ساعات الالترا من شركة ابل. النهاردة جينا بموديل جديد جدا وهو زي 55 الترا. ان شاء الله في الفيديو بتاع النهاردة هنشوف الساعة ديت هل تستاهل ان انت تشتريها ولا لا، ونشوف العيوب والمميزات اللي فيها. تابعوا معانا الفيديو للاخر. اهلا بيكم مره تانية. زي ما انتم شايفين كده ده شكل علبه الساعه اللي احنا هنتكلم عليها النهارده، اللي هي بتيجي بموديل زي 55 الترا او زي 55 الترا. ده شكل العلبه علشان لو حبيتوا تشتروها. لو جينا بصينا على اهم المكونات بتاعتها فهنا هيظهر معانا الساعه نفسها زي ما انتم شايفين، وهنا ده الشاحن اللي احنا متعودين عليه، نفس شكل الشاحن اللي بيجي مع كل السماعات الالترا، وده الاستراب بتاعها. اهم حاجه عندنا هنا الساعه نفسها، ونشوف دلوقتي تصميم الساعة. بالنسبة للساعة هنا من الأمام فهي حجمها صغير شوية عن الساعات التانية، لأن الشاشة هنا بتيجي بمقاس 1.92 إنش. بخصوص الريزوليوشن بتاعها فهو 240 في 286. نقدر نقول إن الريزوليوشن بتاعها قليل شوية، لكن الألوان بتاعتها مقبولة إلى حد ما. في نفس الوقت هنا نلاحظ برضو موضوع اللمبات باينة شوية في الشاشة. بالنسبة للتصميم بتاعها الخارجي مفيش أي اختلاف عن الساعات التانية، لكن هنا هيظهر معانا الزرار ده فهو من بلاستيك مش المعدن، ودي حاجة برضو من المحسوبة على الساعة ديت ان الزرار ده بلاستيك شكله مش شيك قوي. هنا هيظهر معانا السماعات، ومن الجنب هنا هيظهر معانا زرار باور والمايك والزرار سكرولينج اللي احنا نقدر نقلب بيه في الساعة هنا زي ما انتم شايفين. لو جينا بصينا كده من الخلف فهيظهر معانا السنسورات الخاصة بقياس نبضات القلب، الاكسجين في الدم، كل الحاجات ديت. لكن زي ما احنا بنقول على طول الحاجات ديت ما تعتمدش عليها ولا القراءات ديت صحيحة بالمرة. في نفس الوقت هنا هيظهر معانا الرسمة، هنا بيقولوا ان هي مكان اللوك بتاع الستراب، لكن هنا الساعة ديت للأسف ما فيهاش لوك للستراب. لو جينا اتكلمنا كده على البطارية فأنا عايز أقول لك إن البطارية هنا بتيجي تقريبا بحجم 280 ملي أمبير، تقدر تشتغل معاك تقريبا من 3 إلى 5 أيام شغل متواصل. وزي ما شايفين كده دي الزراير، وهنا تقدر تقلب في الشاشة الخارجية بتاعة الساعة من زرار سكرولينج هنا، وهنا زرار اللي بيطفي ويقفل الشاشة، وهنا زرار السبورتس مود علشان تقدر تدخل تقيس الرياضات اللي انت بتعملها زي الجري والعجلة الباسكت بول الكلام ده كله. لو جينا بصينا على القائمة هنا فنفس شكل القائمة اللي احنا متعودين عليها، وهنا الاتصال. طبعا الساعة ديت متوفر فيها خاصية الاتصال، لازم تكون رابطها مع الموبايل. وفي نفس الوقت هنا فيها قياس نبضات القلب، الاكسجين في الدم. ولو دخلنا هنا على الاعدادات اهم حاجة هنا فيها سيري، وهنا اباوت هيظهر لك هنا موديل الساعة والفيرجن بتاعها. ولو دخلنا هنا على اللانجوج هنا هيظهر معانا اللغات، فيها الانجليزي ولغات كتيرة جدا، ومن ضمنها برضو اللغة العربية زي ما انتم شايفين. طبعا العربي بتاعها كويس زي ما انتم شايفين، لكن الخط بتاعها صغير. وهنا تقدر تظبط الوقت، لكن للأسف هنا الوقت في الساعة ديت بنظام 24 ساعة، ما تقدرش تغيره للنظام ال 12 ساعة، وديت من ضمن العيوب اللي انا شفتها في الساعة. لو دخلنا على الاعدادات كده تاني هنا تقدر تغير التاريخ وتظبط التاريخ زي ما انت عايز كده. لما بنسحب من تحت كده لفوق هيظهر بعض الاختصارات ديت، هنا زي وضع الطيران، وهنا اختصار اللغة زي ما انتم شايفين، وهنا وضع الموسيقى بحيث ان انت تقدر تتحكم في الميديا اللي انت مشغلها من خلال الساعة، بس طبعا لازم تكون رابطها بالساعة. وبعد هنا وضع عدم الازعاج. واهم نقطة عندنا هنا وهو رمز الكيو ار ده. رمز الكيو ار ده انت بتمسحه بالموبايل من خلال الكاميرا عشان تقدر تنزل البرنامج وتقدر تربط الساعة مع الموبايل. لو جينا اتكلمنا على البرنامج نفسه فهو برنامج فيت برو، برنامج استخدامه سهل جدا، وبمجرد انت تنزله وتفتح البلوتوث والجي بي اس وتعمل سيرش على الساعة هتظهر معاك الساعة زي ما انت شايف كده، وتقدر تتحكم في كل حاجة. لو دوسنا على فايند هنا الساعة بتدي فايبريشن، وفي نفس الوقت هنا برضو تقدر تتحكم في الكاميرا، وهنا تقدر تتحكم في البرامج اللي هتبعت لك نوتيفيكيشن على الموبايل. اهم نقطة عندنا هنا برضو ان انت تقدر تضيف اسماء على البرنامج هنا، بحيث لما حد يتصل عليك هيظهر معاك هنا الاسم والرقم موبايل بتاعه، لكن لو ما ضفتش الاسماء هتلاقي الرقم بس هو اللي يظهر. طيب ايه فايدة ان احنا نضيف الاسماء هنا؟
لما بتضيف اسم هنا بيكون بالاسم والرقم، تقدر تتصل بيهم من خلال الساعة. زي ما احنا قلنا في الساعة هنا لما بتجيب القائمة دي وتجيب الاتصال، هنا هيظهر معاك اسماء الاشخاص اللي انت ممكن تتصل بيهم بشكل مباشر من خلال الساعة. طبعا لازم تكون ضيفهم هنا على الابليكيشن بتاعهم. لو جينا بصينا على الابليكيشن هنا في بعض الخلفيات اللي انت تقدر تضيفها للساعة. زي ما شايفين كده هنا عندنا اشكال كتير جدا تقدر تضيفهم للساعة، لكن واضح ان انت متقدرش تضيف صورة شخصية ليك على الساعة من خلال الابليكيشن بتاعهم، لكن متوفر اشكال كتير جدا زي ما انتم شايفين تقدر تضيف اللي انت عايزه. تقدر تغير برضو من خلال سكرولينج هنا على الساعة. لو رجعنا هنا للابليكيشن تاني، هنا تقدر تعمل ريسيت للساعة وتقدر تعزفها وتقدر تعمل لها ابجريد او تعمل لها تحديث. ده كده اهم الخصائص اللي موجودة في الساعة ديت مع الابليكيشن بتاعهم. هنجرب دلوقتي ونشوف لما يوصل نوتيفيكيشن للساعة ديت بيكون شكله عامل ازاي. الرسالة زي ما انتم شايفين هنا كده وصلتنا الحروف باللغة العربية بتكون منفصلة عن بعضها، وده للأسف من أهم العيوب اللي موجودة في الساعة، إن العربي بتاعها بيجي بشكل مش مظبوط. هنجرب مع بعض كده الإنجليزي بيكون عامل إزاي. زي ما شايفين كده هنا الانجليزي ظهر لنا بشكل ممتاز جدا. يعني لو جينا لخصنا كده اهم المميزات والعيوب في الموضوع اللغة في الساعة ديت، فالعربي هنا في النوتيفيكيشن بيجي لك بشكل منفصل، مش هتعرف يعني تقراه بشكل واضح، لكن الانجليزي بيظهر لك بشكل كويس جدا زي ما انتم شايفين. اتكلم عنها هنا ان الساعة ديت هي مش ضد المية، يعني ما تقدرش تستخدمها في الوضوء او الاستحمام، لكن في الاستخدام البسيط زي العرق او المطره فهي هتأدي الغرض معاك. ملخص كده للساعه ديت نشتريها ولا لا؟ الساعه ديت في افضل منها كتير جدا من حيث دقه الالوان والبطاريه والامكانيات، لكن الساعه ديت تحب تشتريها لو انت عايز ساعه اقتصاديه تكون رخيصه وتأدي الغرض معاك، فالساعه ديت ممكن تنفعك شويه. لكن موضوع الاشعارات وموضوع الشاشه الصغيره شويه ودقه الالوان تفرق من شخص لشخص. دلوقتي كده لو جينا نلخص اهم المميزات واهم العيوب. العيوب هنا نظام الساعه 24 ساعه ما تقدرش تغيره ل 12 ساعه. دقه الالوان هنا مش واضحه قوي لكن السعر مقبول. اشعارات العربيه الحروف بتكون منفصله. الزرار الجانبي ده بلاستيك وليس معدن. الشاشه حجمها صغير مش كبير قوي زي الشاشات تانية. السراب من الخلف كده هنا مفيش لوك، فالسراب هتلاقيه يعني بيقدر يتحرك كده في الساعة بسهولة. لو جينا اتكلمنا على أهم المميزات ونلخصها، فسعرها رخيص تقريبا هنا 35 ريال سعودي، سعرها في مصر تقريبا 700 جنيه مصري. التاتش بتاعها سريع بصراحة وما قابلتش أي مشكلة في التاتش بتاعها زي ما انتم شايفين كده. وبكده احنا وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عندكم اي استفسارات تخص الساعه ديت او تقترحوا علينا ساعات تانية حابين اللي احنا نعملها ريفيوهات خلال الفتره الجايه، فاكتبوا لنا في التعليقات ان شاء الله ونحاول نجيب الساعات ديت ونعمل لها ريفيو زي ما انتم عايزين. اتمنى يكون الفيديو عجبكم مره تانية. ما تنسوش تتابعونا على الفيسبوك وانستجرام وتويتر وموجودين برضه على التيك توك. وما تنسوش تشتركوا في قناتنا على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.